أهلا 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 بأحبابي الصغار، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. قصتنا لليوم تحت عنوان الأميرة والنجمة السحرية. فلنبدأ. في قديم الزمان، في مملكة بعيدة تحيط بها الجبال من كل جانب، كانت تعيش أميرة صغيرة تدعى ليليا. كانت طيبة القلب، تحب الزهور والحيوانات، وكانت تحلم دائما بأن تطير في السماء لتلمس النجوم. في إحدى الليالي بينما كانت تحدق في السماء من شرفتها، لاحظت نجمة تتلألأ بطريقة غريبة وكأنها تناديها، وفجأة سقطت تلك النجمة من السماء وهبطت في الغابة المجاورة. هرعت ليليا للملكة الأم وقالت: أمي، رأيت نجمة تسقط في السماء، أريد أن أبحث عنها. لكن الملكة قالت لها بلطف: النجوم لا تنتمي للأرض يا ليليا، ربما كانت حلما جميلا. لكن الأميرة لم تقتنع، وفي الصباح اليوم التالي ارتدت عباءتها وركبت مهرها الأبيض ثلج وانطلقت نحو الغابة. وهناك وجدت شيئا غريبا، حجرا صغيرا يضيء وبه طاقة دافئة تشبه الضوء والنجوم. وبينما كانت تلمسه، سمعت صوتا ناعما يقول: لقد وجدتني يا ليليا، أنا النجمة السحرية، وسأحقق لك أمنيتك، ولكن عليك أولا أن تنقذي مملكتي من الظلام. تفاجأت الأميرة وسألت: مملكة أين؟ قالت النجمة: في السماء بين السحب، لكنها الآن مسجونة في بلورة مظلمة صنعها ملك الظلال. وافقت ليليا دون تردد، وسرعان ما تحولت إلى شعاع من النور وارتفعت إلى السماء برفقة النجمة، وهناك بدأت مغامرتها. وهنا ينتهي الجزء الأول من قصتنا يا أحبائي. انتظرونا في الجزء الثاني لنكشف مغامرات الأميرة والنجمة وملك الظلال. إلى اللقاء.